النهارده عشان في العمليات هنتكلم على بعض أنواع الزراعة القرنية اللي عملناها لبعض، كل عملية مختلفة عن التانية، كل واحدة تقنية مختلفة، يعني في سؤال بيتكرر هو زرع القرنية واحد وينفع لكل الناس ولا لأ؟ ابتدينا النهارده بأستاذ حسين هو عنده تحرجات شديدة على القرنية نتيجة وجود عتمات على القرنية، التحرجات دي موجودة في الجزء الأمامي من القرنية في حين إن الجزء الخلفي والخلايا الداخلية من القرنية شغالة. عملنا الزرع قرنية طبقي أمامي فيها شلنا الطبقات الأمامية من القرنية وحافظنا على بقية الطبقات الداخلية القرنية عشان نقلل كتير فرصة أي مشكلة مستقبلية خاصة رفض القرنية. بعدها كان عندنا محمد أخ لتلات إخوان مروة وفرحة ومحمد، كنت شفتهم معايا من حوالي 3 شهور. تلاتة عندهم عتاوة في القرنية مولودين بيها نتيجة مرض وراثي في القرنية بيؤثر على الطبقة الداخلية في القرنية، تصبح القرنية منفوخة ومعتمد. للأسف كان في إلى حد كبير تأخير في علاجهم والأهل راحوا عدة أطباء وكانوا لا هيفضلوا كده عبطوا. الحقيقة ده مش حقيقة، قدرنا الحمد لله بفضل ربنا إن إحنا نشتغل أول عين في كل طفل من الأطفال. زرع قرنية طبقي خلفي من 3 شهور النتائج كانت مبهرة، قرنية رجعت تاني سليمة شفاف ويشوفوا بيها. ده اللي شجعنا إن إحنا ندخل في فرحة ومروة الأسبوع اللي فات واللي قبله عين التانية، والنهارده محمد عملنا له عينه التاني الحمد لله كلهم ب6 عيون. عملنا فيهم زرع قرنية طبقي خلفي، زرع خلايا داخلية للقرنية عشان تقدر إن هي تمتص المية زيادة لداخل القرنية وتقلل الارتشاح وترجع تاني شفا. أما عم رمضان انتهينا بيه في اليوم، المفترض إن هو كان زرع قرنية طاقة، زرع قرنية كامل لأن كان عامل عملية مية بيضاء وكان فيها مشكلات من عدة سنين، قرنية معتمة تماما. دخلنا عشان نشيل القرنية دي اللي محطوطة ونحط واحدة جديدة، عملية ده نص ساعة، ولكن فوجئنا إن في فقد كامل في قزحية العين وكمان في محفظة العدسة كانت متزحزحة ومش موجودة مكانها. جواها كان في عدسة بتديرها المية صغيرة وبتتحرك، ما كانش ممكن نخليها جوه العين واحنا جايين نعمل زرع القرنية لأن هي هتتحرك ومش هتؤدي إلى نظر كويس. اضطرينا إن احنا نشيل. دلوقتي بقى عندنا مشكلة إن مفيش عدسة جوه العين ومفيش محفظة نحط فيها عدسة جديدة. قلقنا طريقة جديدة علشان نقدر نثبت العدسة الجديدة داخل العين في الصلبة في بياض العين، ثم حطينا مقرنين والحمد لله نتيجة ممتازة. دايما الجراح لازم يكون في ايديه تولز مختلفة يقدر ان هو يحقق التارجت بتاعه وان هو يخلي المريض بتاعه النهاية افضل رؤية بعد العملية. عمليات جراحات القرنية عمليات كتير ومختلفة وممكن يحدث فيها أحداث مختلفة أثناء العملية. لازم تكون كجراح مستعد دائما، عندك التالنت ان انت تشتغل انواع مختلفة باشكال مختلفة من جراحات القرنية لاي مريض.